يا صباح الورد والفل والياسمين على عيونكم يا اغلى متابعين في الدنيا. ايه رأيكم بقى في حبة العيش؟ بسم الله ما شاء الله. تسلم يا ام محمد على حبة العيش دول، ما شاء الله. حاجة كده روعة. انا قمت الصبح يا حبايبي متشجعة اعمل عيش، فكان عندي دقيق من اللي هو دقيق القمح، دقيق الغلة. مسكتهم كده وعجنتهم وقلت املى البيت عيش، ما شاء الله. حاجة كده روعة. هنسمي الله يا حبايب قلبي وندخل كده على الفيديو بتاعنا. وقبل كده ما نبدأ الفيديو بتاعنا الجميل، نصلي بينا على الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام. احنا معانا يا حبايب قلبي 3 كيلو ونص دقيق، زي ما انتوا شايفين. الدقيق ده دقيق قمح، دقيق غلة. ومعانا يا حبايب قلبي كمان معلقتين سكر كبار ونص معلقة ملح. السكر ليه يا حبايبي؟ السكر ده عشان يحمر وش العيش كده ويخليه بيلمع ما شاء الله ويخليه حلو كده. ومعانا كيسين خميرة. انا هكتر الخميرة عشان انتوا عارفين احنا في الشتاء لازم العجينة بتاعتنا تخمر كويس ما شاء الله. كل المكونات بتاعتنا يا حبايب قلبي هنحطها في طبق كبير كده، وندفي شوية مية، هندفيهم بس ونعجن فيها العجينة بتاعتنا ما شاء الله. احنا جبنا طبق كبير اهو، وحطينا المية بتاعتنا وحطينا الخميرة وحطينا السكر وحطينا الملح، وكلهم دوبناهم كده مع بعض زي ما انتوا شايفين. دوبنا السكر والخميرة والملح وكلهم اهو يا حبايب قلبي. وهننزل وطبعا ونزلنا بالدقيق، هنعجنهم كده كويس ونسيبهم يخمروا. خليكم معايا يا حبايب لاخر الفيديو، والله هتستفيدوا كتير بطريقة العيش الجميلة دي. سهلة، ما خدتش معايا ساعة ما شاء الله. عملت كمية عيش حلوة خالص ملت البيت. طبعا احسن من عيش الافران. ده عيش انت ضامنة نظافته ومش مكلف وما ياخدش اي وقت معانا. هنعجنه كده لحد ما الدقيق بتاعنا يتعجن كده كويس، وارجع اوريهولكم يا حبايب قلبي. ويا رب كده الفيديو بتاعي يعجبكم وينول اعجابكم، ولو عجبكم تشجعوني كده بكومنت حلو زيكم. وعايزه لايكات كتير، اهم حاجه لايكات يا حبايبي. اللايك هو اللي بيرفع الفيديو ويخليه يبان للناس. هنمسك العجينه بتاعتنا نلت فيها كده كويس زي ما انتوا شايفين لحد الدقيق بتاعنا ما يختفي ما شاء الله. ممكن تعملي العيش ده بالدقيق الابيض عادي، دقيق غله عادي، كل ماشي يا حبايبي. بس الدقيق الغله تخلي العجينه بتاعته ناشفه شويه، لان لما بترتاح العجينه بتطري معانا. يعني هي ما شاء الله النهارده تعبتني خالص علشان ما كانش لها عرق زي ما انتوا شايفين اهو. انا لتتها كويسه وهنسيبها كده، هنشاهد عليها ونسيبها حوالي ساعه ولا نص ساعه لما تخمر. وشفتوا العجينه اهي نص الطبق. احنا العجينه دي هنسيبها لما تملى الطبق كله، وهنغطيها كده وندفيها ونسيبها. ونروح طبعا نشوف اللي ورانا. وبعد ما بتخمر بنرجع ليها وارجع اوريها لكم يا حبايب قلبي بعد ما تخمر تشوفوا شكلها عامل ازاي. طبعا احنا لتيناها اهو ما شاء الله. ادي شكل العجينه اهي معاكم اهي، ماشيه معاكم واحده واحده يا حبايب قلبي. وشجعوني كده، عايزه لايكات لايكات كتير. هنسيبها كده وارجع لكم بعد ما تخمر. ورجعت لكم يا حبايب قلبي بعد العجينه ما خمرت ما شاء الله، ملت الطبقه اهي بسم الله ما شاء الله. والله العظيم يعني مش قادره اقول لكم على حلاوتها. بس يا حبايب قلبي المرة التانية لما تعجنوا دقيق من غلة تسيبوه، يعني تعملوه تخلوه ناشف شوية، ما تطروش العجينة، لان العجينة كانت طريت مني بس تعبتني في التقطيع. بس ما شاء الله طلع شوية عيش مفيش احسن من كده. معانا صينية احنا هنرش شوية ردة. حابة ترش دقيق في ارضية الصينية بترشي، حابة تحطي ردة بتحطي ردة. بس انا بفضل الردة، يعني بحسها بتدي كده ريحة حلوة كده للعيش، تحس ان انت كده بتاكلي عيش فلاحي حاجة يعني ايه من بتاعة امي، ويعني حاجة حلوة يعني. بسم الله ما شاء الله. هنمسك كده العجينة نكورها نقطعها كده. انا بقطع حوالي يعني 10 ترغيفة ب10 عشان يعني افردهم على طول ما ياخدوش معايا اي وقت. احنا بنفرد طبعا بنرش شوية ردة في ارضية الطبلية كده زي ما انتوا شايفين. انا حاولت اعمل على المطبخ بس وانا واقفة معرفتش، جبت الطبلية وبفرد عليها اهو. وعند النشابة اللي انتوا شايفينها دي انا ما بفردش الرغيف، ما بخليهوش تخين قوي زي ما انتوا شايفين اهو.
وهنجيب ملايه يا حبايب قلبي وهنحط عليها العيش. طبعا انا ما عنديش اللي هو الخشب اللي هرص عليه العيش، فبتصرف يعني. لو ما فيش خشب مش هعمل عيش، لا هنعمل احسن عيش. هعمل رغيف معاكم اهو كمان. ما شاء الله، هي العجينه دي الغله مريحه جدا، يعني ما خدتش معايا اي وقت. لو هتعملوه بدقيق ابيض، طبعا الدقيق الابيض له عرق شديد، فبتسيبي العجينه ترتاح معاكي لما بتكوريها. لا دي انا ما سبتهاش الصراحه، انا كنت بقطع وبفرد على طول. اهو جبت ملايه فرشتها في الارض ما شاء الله، وحطيت الرغيفه زي ما انتم شايفين. انت بتفردي بتحطي الرغيف على وشه، ده ظهر الرغيف يا حبايبي اهو، واللي تحت ده وش الرغيف. انا بحط الوش تحت عشان الوش يدنه دافي كده، ويعني ما يبقاش لما تيجي تسويه يبقى منقط كده. لا انت بتحطيه كده في الشتاء، تحطي الوش تحت. وبعد كده ما خلصت الكميه بتاعتي فردت العيش كله. ال3 كيلو ونص دقيق زي ما انتم شايفين اهو، عملوا كميه عيش حلوه خالص ما شاء الله عليها. هنبدأ بقى نروح نولع الفرن ونسوي العيش بتاعنا. ما شاء الله يا حبايب قلبي، والله يا حبايبي ما خدوش يعني ساعة، ساعة وربع بالكتير. ولعنا الفرن على نار عالية خالص زي ما انتم شايفين اهو. ما شاء الله على الجمال والحلاوة يا سيدي، الله 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 على حبة العيش، حاجة كده روعة ما شاء الله. شفتوا الجمال والحلاوة، وطلعنا العيش يا حبايب قلبي. ايه رأيكم بقى؟ ما شاء الله ما شاء الله، وابيض وحلو والله، اكني عاملاه يعني بدقيق ابيض ما شاء الله. اهو شفتوا النار عالية، النار عالية، بنهدي من تحت ونولع اللي فوق خالص. شايفين انا مخليه النار واصلة بعضها ما شاء الله. بيطلع العيش معانا متحمر زي ما انتم شايفين ما شاء الله يا حبايب قلبي، حاجة كده تفتح النفس على الاكل. عايزين اكلة سمك كده او فسيخ مع العيش الجميل ده ما شاء الله. شفتوا العيش؟ وبكده خلصت الكمية بتاعتي يا حبايب قلبي. العيش اهو زي ما انتم شايفين ما شاء الله. يلا بقى شجعوني واعملوا لي لايكات، واللي ما اشتركش في القناة فضلا وليس امرا ينزل يشترك ليا في القناة، وتشجعوني وتفعلوا لي زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. ولايكات كتير، اهم حاجة اللايكات يا حبايبي، اللايكات هي اللي بترفع الفيديو. شفتوا قلب العيش عامل ازاي ما شاء الله؟ تعملي بيه سندوتشات، تعملي بيه كبدة، تحطيه في اي حاجة، حواوشي ما شاء الله. والريحة بقى ما اقولكوش على حلاوة العيش ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.